في قرية الحلوات اتولد عبد الحليم. النهاردة الفيديو عن كل حاجة في قرية الحلوات، مسكن عبد الحليم ومسقط رأسه والعيشة اللي كان عايشها في البيت اللي اتولد فيه، وكمان شكل الأوضة وكل حاجة هنا في الحلوات. الحلوات الزقازيق الشرقية اتولد فيها عبد الحليم وعاش حياته الطفولة كلها في الحلوات. قرية بيحبها جدا ودايما كان بيذكرها. هنتكلم عليها بالتفصيل وعن مسقط رأسه في الحلوات. الحلوات قرية ريفية جميلة جدا زي ما انتم شايفين. دايما كان عبد الحليم بيحبها وهيبتدي فيها مشواره. هنروح للحب اللي في قلوب الناس لعبد الحليم في القرية بتاعته، وعملوا له ميدان كامل باسم عبد الحليم، ميدان العندليب الأسمر، ميدان حبا في عبد الحليم وتخليدا لذكراه. قاموا شباب قرية الحلوات بصنع الميدان ده وعمل التمثال لعبد الحليم. تاني هنروح للحيرة تاني احنا اتكلمنا على الحب وقلنا رحنا للحب في حب شباب القرية لعبد الحليم، انما الحيرة في ايه؟ الحيرة لان هنشوف حاجات هنا في الفيديو هتحيرنا شوية، عايزة رأيكم فيها معايا وانا معاكم هنا في الفيديو. اول حاجة الاول، القرية اتعمل فيها الميدان ده في داخلة قرية الحلوات تخليدا لذكرى عبد الحليم دايما والأعمال الحلوة اللي عملها في القرية، لأن عبد الحليم عمل حاجات كتيرة جدا في قريته، وهم أبناء القرية ما نسيوش أبدا الحاجات دي اللي عملها عبد الحليم وكتبوها كلها. يعني مش كلها طبعا، جزء منها كتبوه زي كده، غير الأوسمة اللي حصل عليها العندليب كمان كتبوا الأغاني الوطنية للعندليب، وكمان كتبوا أهم إنجازاته في القرية اللي عملها لهم وهم بيحبوه جدا ودايما بيخلدوا ذكراه. ولكن في بيت عبد الحليم اللي اتولد فيه، وفي بيت تاني اللي هو عاش فيه مع اخواته كلهم. البيتين دول مختلفين، هنشوفهم هنا مع بعض. بس عايزة افكركم وانتوا بتتفرجوا كده معايا تكونوا عملتوا لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن من محبي عبد الحليم، وكمان اشتراك في القناة. اللي كان لسه ما اشتركش يشترك بقى ويشوف الحاجات الحلوة اللي هنقدمها لعبد الحليم. صحيح عبد الحليم موعود بالعذاب وبالحيرة وكل حاجة، لكن موعود بحب الجماهير وبحب الناس اللي بتحبه وبحب كل شباب القرية بتاعته، مش بس طبعا قريته. عبد الحليم محبوب في الوطن العربي كله، محدش يقدر ينكر ده، واكبر دليل ان احنا لسه بنتكلم عليه رغم مرور كل السنين دي، اللي مش ممكن يكون في مطرب ابدا اعتقد يعني هيكون يوصل لنفس المكانة دي بعد مرور كل العمر ده على وفاة عبد الحليم، لانه فعلا سابق عصره. هنا بقى البيت اللي اتولد، لا ده مش البيت اللي اتولد فيه عبد الحليم، ده البيت اللي عاش فيه عبد الحليم. هي دي الحيرة اللي انا قصدي عليها في الموضوع ده بيت كبير كده زي ما انتم شايفينه وشكله سرايا، كانوا مسمينه سراية عبد الحليم. انا بقى مش عارفة هل البيت ده هو اشتراه لما بقى عبد الحليم حافظ ولا فعلا ده بيته. انا اتفرجت على فيديوهات كتيرة جدا بتقول ان ده مسقط رأسه، يعني اذا هو متربي فيه. هنشوف مع بعض باقي الفيديو. وهنبتدي مشوارنا من البيت ده اللي عاش فيه هو واخواته، واسمه سرايا عبد الحليم او فيلا عبد الحليم او بيت عبد الحليم، مشهور جدا في الحلوات. بس قالوا ان اخته عليا باعته من حوالي 20 سنة لحد يعني برضو ما هدهوش ولا عمل فيه اي حاجة، بس كان بيعملوا زي مخبز آلي او مخبز عيش بلدي حاجة زي كده. فدلوقتي هم الشباب بيطالبوا ان البيت ده يفضل ذكرى لتخليد عبد الحليم، لانه بيت معمول على طراز مختلف تماما عن باقي بيوت القرية، لانه بيت زي ما انتم شايفين كبير وواسع وعامل فعلا زي ما يكون فيلا مش بيت عادي، يعني ليه سور من بره وليه اهو سلالم تطلعوا لها، وكمان شكله بيت فعلا حلو. فلو هو ده كان بيت عبد الحليم اللي اتربى فيه مع اخواته، فده يدل انهم كانوا مبسوطين وبيتهم حلو فعلا. زي ما انتم شايفين كده البيت عايزين يعملوه تخليدا لذكراه زي مزار، يعني مزار سياحي كبير باسم عبد الحليم في قرية الحلوات، لكن مفيش حد
سعى ولا حد نفذ لسه المشروع ده، او حتى شافوا اللي اشتراه ده اشتراه وسايبه كده مهمل ومرمي ومقفول ليه، محدش يعرف ايه السبب. البيت اهو بصوا يعني حاولوا ان هم يصوروه من جوه في حته مقفوله ومكسوره كده، بس بتبين الحاجات اللي جوه، كله عباره عن كراكيب وتراب ومفيهوش اي حاجه مقفول. يقال ان اللي خده ده انسان برضو نصاب، مش يعني ملوش هويه كويسه يعني. فعشان كده البيت متروك زي ما انتم شايفين كده. واحنا برضو من خلال هنا لما الفيديو يوصل لاكبر عدد يا ريت يكون حد سامعنا مسؤول ويبقى يتصرف ويعمل فعلا البيت ده تخليدا لذكرى عبد الحليم، لانه يستحق ده. والبيت كبير ممكن تحط فيه مقتنياته على الاقل في الذكرى، يعني يجيبوا مثلا بدله وحاجاته ويبقى مزار لكل محبي عبد الحليم. شايفين البيت من فوق؟ ده من فوق اهو الارض بتاعته حواليه ارض كبيره وبيبص على معظم اراضي القريه. بيت فعلا كبير، يعني مش بيت عادي زي بيوتهم اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي معايا. وهوديكم للاوضه اللي اتولد فيها عبد الحليم وهنشوفها مع بعض. فهو زي ما انتوا شايفينه اهو، انا جبت لكم بالتفصيل من كل اجزاء الجهات نفسها، من ورا ومن قدام من الجنب من فوق السطح. بيت فعلا كبير، يا ريت يا ريت المسؤولين يهتموا بيه ويعملوا فيه اي حاجه، لانه فعلا شكله حلو قوي وكانه فعلا سرايا. حليم كان بيجي هنا في الترعه، كانت الميه نظيفه عن الوقت كمان. فالترعه المفروض يعني يهتموا بيها وينظفوها وتبقى مكان للزياره كويس يعني. الترعه جابت لعبد الحليم برهاريسيا وسايبين الولاد برضو بيستحموا في الترعه، مش عارفه سايبينهم كده ليه. هي دي الأوضة يا حاج؟ ايوه دي بالذات. يعني هو اتولد هنا والأوضة ما اتغيرتش ولا حاجة؟ يا ريت يا دنيا يا ريت يا عبد الحليم كان ليك عمر تاني، ولكن انت عايش معانا طبعا. عمرك مش بسنينك ابدا، عمرك اللي انت عايشه معانا لحد دلوقتي هو ده اللي محسوب. العمر مش بسنينه ابدا، العمر بالعيشة والذكرى الحلوة الطيبة اللي انت سايبها معانا. وده بيته طبعا في الزمالك، اللي انا كنت عملت فيديو مخصوص عنه بالتفصيل، تقدروا ترجعوا للفيديو في القناة، فيديو بيت عبد الحليم او جولة في بيت عبد الحليم. لكن حبيت انهي بيه علشان انا دايما بحب ان يكون بيت عبد الحليم كده قدامنا، بنحس فعلا انه موجود فيه. وباقي تخليدا لذكراه، يعني بيته كده انه حاجة موجودة بنتفرج عليها باقية باسم عبد الحليم. فاللي مش عاوز بقى يكمل الفيديو خلاص، الفيديو كده خلص. اتمنى تكونوا اشتركتوا في القناة وعملتوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد. والفيديو زي ما قلت لكم بالتفصيل موجود في جولة في بيت عبد الحليم وملابسه وكل مقتنيات عبد الحليم. ربنا يرحمك يا أعز وأغلى وأحب الناس.